يا مساء الورد على الناس الحلوة. هقولك على معلومة بسيطة، سر صغير بس هغير حياتك للأفضل بإذن الله. معلومة هتساعدك تقللي كتير من المشكلات اليومية والمناهدة الكتير اللي بتحصل بينك وبين الأولاد طول اليوم أو بينك وبين جوزك. المعلومة بسيطة بس نينجا. الغي كلمة لازم مفروض من قاموس كلماتك، سواء في كلامك مع نفسك أو كلامك مع اللي حواليكي. أنا لازم أذاكر للولاد، أنا المفروض أذاكر دلوقتي، انتوا المفروض تذاكروا، انت المفروض تساعدني في مذاكرة الولاد، انت لازم تودي الولاد التمرين، انتوا لازم تناموا، كان المفروض تعمل كذا وكذا، وحاجات كتير زي كده طول اليوم. الكلمتين دول تأثيرهم مش حلو عليكي ولا على الناس اللي بتتعاملي معاها. انت نفسك بعد ما بتقوليهم بتحس انك متوترة ومضغوطة ومخنوقة وعضلاتك مشدودة. وفي الأغلب الشخص اللي بتستخدمي معاه الكلمتين دول في الحوار مش بيعمل الحاجة اللي انت عايزاها، لأننا كلنا بنهرب من الحاجة المفروضة علينا والمجبرين عليها. طيب الصح ايه؟ الصح ان انا الغي الكلمتين دول خالص، الغي كلمة لازم مفروض خالص ونستبدلها بكلمة انا حابة انك تساعدني في مذاكرة الولاد ونعيش معاهم اوقات حلوة، تبقى بعد كده بإذن الله ذكريات لذيذة ونستمتع بلمتنا كأسرة، بس واحنا بنعمل حاجة مفيدة وبس. خلاص ما تزوديش حاجة تاني، عمل ما عملش خلاص، بس كل فترة قرري العرض وفي الأغلب هيعمل اللي انت عايزاه. نقول مثال كمان، هبقى مبسوطة لو زبطت نومك ونمت بدري عشان تصحى الصبح كده بكامل النشاط وتستمتع باليوم من أوله مع صحابك وتبقى مصحصح لشرح المس. المفاجأة بقى انك لما هتلغي كلمة لازم هتلاقي الناس بتعمل اللي انت عايزاه من غير ما تبذلي مجهود. الأنوثة مش في الشكل، الأنوثة في طاقة الحب اللي جواكي والحنان والاحتواء واهتمامك بالتفاصيل.